فرقة الاغتيالات هذه اسمها الحشاشين. ليش اسمها الحشاشين؟ وكما يذكر المؤرخ ماركو بولو فيقول إنه كان لهم طريقة وسموهم الحشاشين لاتخاذهم هذه الطريقة. إيش هي الطريقة؟ يجي واحد من أتباع الحسن الصباح اللي مؤهل إنه يقوم بعمليات اغتيال، ياخذوا يدوا له مادة الحشيش هذه فيغمى عليه، بعدين ياخذوه على مكان ثاني تماما. المكان ده ايش فيه؟ نهر من العسل واللبن والماء والنبيذ ونساء وفل، حفلة كانت هناك، تمام؟ فيصحى ويقول لهم ايش؟ انا فين؟ يقولوا له انت في الجنة. يقول صح، انا ده اللي انا فهمته من اول، انه المفروض هي كده. بعدين يدوا له المادة الثاني فينام، فبعدين يصحى في المكان اللي كان جاي منه، فبعدين يصحى ويقول لهم ايش؟ يقولوا له نزلنا الارض، فيقول لهم ما كان بدري. المهم فيقولوا لا ده كان تستر، انت كنت بتجرب، شفت الجنه؟ ايوه. تبغاها؟ ايوه. اكيد ايوه ابغاها. ما قعد كثير، تمام. يجب ان تختال فلان او تسوي الفعل هذا، ولما يعني تموت حتخش المقطع. طبعا هي كانت المهام مهام انتحاريه تماما، انك انت تقتل واحد في وضح النهار فجأة، بس انت تعمل كده ليه؟ لانه انت شفت، وبذلك سمي الفرقة هذه فرقة الحشاشين. طبعا ده كله كلام كيس، كلام كيس. اصلا ما اعرف بقى اصلا كان في عقل بشري ممكن يصدق الهبل ده اللي بيحصل. حدوته النهارده وهي قصه الحشاشين مستفزه لاي مخرج ولاي صانع سينما او مسلسلات انه يروح يرمي فيها كل اللي اتعلمه في حياته، مليانه اسرار كتيره وغموض وحاجات لما تسمعها تندهش ويمكن ما تصدقهاش. وده اللي بيفسر فكره ان النهارده ولحد بعد 1100 سنه لسه بنتكلم عنها وبنحكيها وبتصرف عليها ملايين علشان يتعاد شرحها من اول وجديد. وقبل اي كلام عايز اقول ان قد ايه مبسوط بالمسلسل وطريقه التنفيذ اللي اتنفذ بيها. ما عنديش تعليق سلبي واحد اتجاه اي جانب من جانب المسلسل، لينا حق نقول ان المسلسل صورته جميل وننبهر بيها كمان، ونقول احنا بقى عندنا كواليتي تصوير واضاءه اقل ما يكون عنهم ان هي اترسمت رسم خلتني انا كمتفرج مبسوط وانا بتفرج، وبرده كصانع محتوى خلتني قاعد بتفرج وانا مبسوط وبتعلم منها كمان. وهنا اول ريسبكت لازم يروح لمدير التصوير العبقري حسين عسر، مدير تصوير مسلسل الحشاشين. المهم خلينا نرجع لقصه الحشاشين. من كتر ما هي غامضه وملهاش ملامح، وخصوصا ان التتار بقياده هولاكو اول ما وصلوا للمنطقه العربيه كان من اهم المشاريع عندهم الانتهاء من جماعه الحشاشين كلهم. وبالرغم من الوقت اللي ظهر فيه التتار هو كان نفس الوقت اللي كانت فيه الحشاشين مش بنفس القوه اللي ظهرت بيها، ومع ذلك فضلوا محاصرين القلعه لمده 3 سنين. بمجرد ما تمكنوا من القلعه كانوا حرقوا كل اللي فيها، يعني اي اوراق او اي قصص او حتى الناس اللي كان موجوده في القلعه كل دول اتحرقوا. فلو في اي حاجه نعرفها عنهم دلوقتي فما هي الا حكاوي دوله من على لسان الناس من 1100 سنه لحد النهارده، او مؤرخين فرنجه اصلا اتولدوا بعد انتهاء عصر حسن الصباح تماما، يعني برضو اخدوا كلامهم من حكاوي الناس اللي اكيد اتحرفت كتير. ولكن تفضل حدوته الفرنجة هي أشهر حدوته على الإطلاق والأكثر استماع، عشان قصتهم بمنتهى البساطة مستفزة الخيال وعقول الناس، عشان خلت الناس تتخيل إن جماعة حسن الصباح ما هم إلا جماعة خارقين للطبيعة، وده في حد ذاته مبهر لأي حدوتة ممكن تحكيها، وخصوصا في الزمن اللي كان قبل عصر السوشيال ميديا والتلفزيون وكلام من ده. وحتى وهي بتتحكي في عصر السوشيال ميديا برضه مبهرة. ومع ذلك خليني أكد إن حدوتة الفرنجة اللي إحنا بنتكلم عنها لحد النهاردة واللي هي موجودة في المسلسل بالمناسبة متكدبة من طوب الأرض. وبصراحة الفرشة اللي فاتت دي كلها ما هي إلا محاولة اشيل فيها المسؤوليه شويه عن عبد الرحيم كامل مؤلف مسلسل الحشاشين. ولكن المشكله والكارثه اللي فعلا اتضايقت انها حصلت، ومع ان ليها جانب واحد ايجابي ولكن في نفس الوقت سخيف. وخليني اكد بالرغم ان المسلسل فعلا مش شايف فيه اي غلطات فنيه، الا مشكلته الوحيده هي الحدوته نفسها. ليه فرضيه ماركو بولو اتحكت مع انها متكدبه من طوب الارض؟ يعني مثلا بص الفيديو ده من 4 سنين قبل ما نهايه المسلسل تطلع للنور اصلا، لسبب رئيسي انه احنا قلنا انه قلعه آلموت ارتفاعها 6000 قدم فوق سطح البحر، يعني ما معناته المنطقه دي ثلجيه، وفعليا هي منطقه ثلجيه، الثلج يقعد فيها 7 شهور في السنه. متى حنلحق نزرع ماده الحشيش دي؟ ليه برضو بنقول كده؟ ماركو بولو كمؤرخ جاء في عهد كوبلاي خان. كوبلاي خان كان تقريبا الحفيد الثالث لجنكيز خان، وجنكيز خان هو اللي انهى قصه اللي ما يعرفش ده نايف الضفيري، ممثل سعودي ما يعرفش عنه حاجات كتير الا ان القناه بتاعته على اليوتيوب عليها محتوى كبير جدا بيتكلم فيه عن احداث تاريخيه كتير، ومنها في حلقه تانية بيتكلم فيها عن صلاح الدين الايوبي، واتكلم فيها عن ان صلاح الدين الايوبي كان متهدم من حشاشين هم فعلا حاولوا يقتلوه. حشاشين تماما، الغاها تماما، قلعه آلموت دمرها. طبعا احنا قلنا انه جنكيز خان انه هو اكبر عبقري جاء في التاريخ، بيسوي اشياء ما بنعرف، يعني سوى سد من بشر، فانسان ما عرف كيف هو استطاع انه هو يتخلص او يدخل ويكتسح قلعه آلموت، ولكن هو استطاع، بس كيف ما حد عارف. طيب يقول لك الرصاص اللي ما يصيب يدوش، طب ليش اسمهم حشاشين؟
انا اقول لك ليه. كلمه الحشاشين لما نيجي نترجمها بالانجليزي نلاقيهم بيذكروهم الاساسينيشن من الاغتيال، واساسا من المغتال صاحب الاغتيال. ويجي في الاصل الكلمه لما تيجي انت تركز دائما يقول لك انه كلمه اساسن ماخذينها من الحشاشين، انه الاغتيالات هي كلمه انجليزيه، ذا اساسينيشن اللي هو الاغتيال، فهذه الكلمه جايه اصلا مشتقه من كلمه الحشاشين. وهنا في الاصل انه اسمها التقريب الانجليزي هو الاصح من الاسم اللي استخدموه العرب الاساسيين. نرجع شويه ورا، اساسيين، نحن الاساس، نحن الاساسيين. دي سردية ماركو بولو اللي متكدبة زي ما انتم شايفين بشكل بسيط جدا وبشكل يعني ما فيهوش اي نوع من انواع يعني بمجرد بس تشغل دماغك هتتأكد ان فرضية ماركو بولو كلها في شنك. تيجي تقول لي طيب يا عبود ايه المشكله؟ ما الفرضيه دمها خفيف ولذيذه وعاجبه الناس وماشيه. اقول لك يا سيدي ان فرضيه ماركو بولو حلوه للحواديت والحكايه، لكن مش حلوه كمسلسل. ليه؟ لان هي بتكدب المسلسل كله. مجرد ما تعرف ان العمل الفني الضخم ده كله مسرود فيه قصة أصلا مغلوطة، ده مش صح في عمل فني كبير زي ده. وبالرغم إن أنت هتكدب المسلسل وهتروح تشوف الحقيقة فين، دي النقطة الإيجابية الوحيدة اللي أنا شايفها في الموضوع، فكرة البحث عن الحقيقة بعد ما اكتشفت إن في معلومة مغلوطة او المسلسل فيه غلطات كتيره جدا بالشكل ده. وده بالمناسبه شيء جميل، ولكن اللي مضايقني فعلا هو كان لازم افقد مصداقيه المسلسل وانا بتفرج عليه. كان نقول في النهايه ان اي عمل فني في الدنيا بنسيب للمخرج اخراج المحتوى بالشكل اللي يناسب القصه ويناسب الجمهور. لكن بصراحه من قلبي كنت اتمنى ان المسلسل ده يكون من اخراج مروان حامد، زي مثلا ما اخرج كيرة والجن، وكان نفس الفكره تقريبا وما طلعش ولا غلطه تاريخيه. عموما كل شكر للطاقم العمل كامل اللي اشتغل في مسلسل الحشاشين. انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده، شرفتونا، واعتقد ان ورا المسلسل ده هيخرج منه كوادر عبقريه نقدر من خلالها نعمل المسلسل بنفس التقل وبنفس القدرة في المستقبل إن شاء الله. أنا كده خلصت حلقة النهاردة، بس كده، سلام عليكم.